الخبير العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، وأيضا العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. نبدأ من عندك سيد مايكل، يعني ربما استمعت إلى ما قاله باراك أوباما، هذا اللعب على عامل الوقت كيف يؤثر على هذه الضربة التي قال إنه اتخذ القرار بشأنها؟ نعم، قال إنه اتخذ القرار بالضربة، لكن سوف يحترم الضرورة الدستورية بالطلب الموافقة أو تفويض من الكونغرس قبل التحرك عسكريا. بالنسبة للتوقيت، لا أعتقد أن ذلك يهم فعليا، أي إذا ضرب اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو أسبوعين. هذا لا يخفف الضغط لجهة انعقاد قمة مجموعة ال20 في سان بطرسبرغ. كيف بدا لك أوباما وهو يعلن هذا الخطاب، يعني يعلن هذه القرارات؟ هل بدا لك مقنعا؟ هل بدا ما الذي سورك من مشاعر؟ فعلا كان في الخطاب شحنة عاطفية، وركز على 3 جماهير. أولا الأمريكيين، بعد ذلك كان يحاول أن يقنع الكونغرس بأن على أعضاء الكونغرس أن يوافقوا على الضربة العسكرية، وإذا لم يفعلوا ذلك فذلك تداعيات في المستقبل، لا في سوريا واستخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى فيها، لكن أيضا فيما يتعلق ببلدان أخرى لعلها لا تلبي أيضا ولا تحترم التزاماتها الدولية المتصلة بأسلحة الدمار الشامل. وأخيرا أعتقد أنه كان يسمع صوته لمجلس الأمن لكي يتحرك لا على مستوى قضية الكيماوي في سوريا فحسب، ولكن أيضا على القضية السورية بشكل عام. طيب، الآن يعني بات معلوما بحسب ما قال أوباما أن هذه الضربة ستكون محددة في الوقت وفي النطاق، يعني ماذا يمكن أن نتوقع؟ أنا أتوقعه أن يتخذ إجراءات لمعاقبة نظام الأسد، لأنه اعتدى بالغازات السامة على شعبه إذا ما أثبت ذلك فعلا. أنا أفضل طبعا أن ينتظر التقرير مفتشي الأمم المتحدة، لكن بكل الأحوال قال إنه اتخذ القرار. طيب، عميد صفوت، أولا تعليقك على يعني خطاب أوباما الذي أعلن فيه أنه اتخذ القرار بالضربة. عندما ذهب أوباما إلى ليبيا العام قبل الماضي تجاهل تماما الكونغرس الأمريكي، التزم تماما بWBR أو سلطة الحرب التي تخول للرئيس 60 يوم في إدارة عمليات ثم العودة للكونغرس، ورفض أن يعود للكونغرس حتى بعد 60 يوم، لأنه قال أن قواتنا ليست في احتكاك مباشر مع العدو، لأننا نقدم الآن إسنادا قتاليا وإسنادا ربما فنيا. اليوم أن يعود الرئيس أوباما إلى الكونغرس هذا يؤشر أن الأمر ليس فقط هي ضربة 24 ساعة أو 48 ساعة. المسألة أن الرئيس أوباما قدر ومعه أركانه أن العمل سيكون صعب، أن الهدف ربما سيكون أكبر من عقاب الرئيس الأسد، أن الأمر قد يتطور إلى عمليات قد تكون خارج جغرافية سوريا سواء هو قام بها أو رد عليها من أطراف أخرى. هناك هموم عملياتية وعسكرية. الرئيس أراد الآن رغم أنه يمتلك WBR سلطة شن الحرب، ولكنه قرر أن يدعو الكونغرس لأنه يدرك أن هناك عملا أكبر مما نتحدث عنه. لكن شريف شحادة من سوريا تحدث معنا قبل قليل، اعتبر أن هذه الخطوة باللجوء إلى الكونغرس يعني هي محاولة أو دليل ضعف لدى أوباما أو دليل تردد في هذه العملية، ربما من بعد ما حصل في مجلس العموم البريطاني وفي ضوء الرفض الذي نراه لدى الرأي العام. دعنا لا نسميه الرفض، ولكن يعني توجه الرأي العام ضد هذه الضربة بمجمل. الرئيس الأمريكي أو رؤساء الأمريكيين عودونا تماما أن مسألة الرأي العام عندما يتحدث عن أن هناك مسألة ترتبط بالأمن القومي الأمريكي والمصالح القومية العليا لا يلتفت كثيرا لنسبة الإحصائيات، لأنه يدرك مع بدء العمليات أنه ربما تنقلب الآية
تماما. فيما يخص مسألة العموم البريطاني وإخفاق كاميرون، أعتقد أن هذا سيزيد مشكلة علاقة الولايات المتحدة بالناتو. نحن نعرف جميعا أن الناتو متقاعس، الناتو الأوروبي متقاعس، الدول الأوروبية لا تنفق كثيرا. المملكة المتحدة التي كانت في يوم سيدة البحار لا تملك ولعقد قادم حاملة طائرات واحدة. كل ما أطلقته في افتتاحية الحرب في ليبيا كانت 6 صواريخ مقارنة بالباقي وهو 222 صاروخ توماهوك أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن 75% من ميزانية الناتو تتولاها الكونغرس الأمريكي، مرهق ومستفز من أن له حلفاء في أوروبا لا يعنون شيء بالنسبة للإنفاق الدفاعي ولا يساهمون في قدرات النشر خارج حدود القارة الأوروبية. هذه أزمة أعتقد سيكون حسابها كبير في الكونغرس الأمريكي. لكن في مجمل الأمر الرئيس أوباما يقدم نفسه قائدا أعلى القوات المسلحة الأمريكية، يقول أنا انتخبت لأتخذ قرارا ولا أتراجع. يبدو أنه يستشعر أنه تقاعس كثيرا في حق الشعب السوري وفي حق الإنسانية العالمية، لكنه كان من الممكن أن يتجاهل الكونغرس، ليست مشكلة دي وقدمها تماما. إذا كان الأمر يرتبط ب 24 ساعة بإطلاق بعض صواريخ الكروز بطائرات ستيلث بي 2 ستأتي من وايت مان في ميسوري لتقصف مطار دمشق الدولي، هذه عملية كان يمكن أن ينهيها. لكن من المؤكد أن هناك في التخطيط شيئا ما أراد الرئيس الأمريكي أن يشرك فيه الكونغرس. سأسألك عن خارطة الأسلحة المتواجدة حاليا، خصوصا أنه قال أنه يمكن من الآن أن يوجه هذه الضربة. لكن مايكل إليمان، يعني ما رأيك بما طرحه العميد صفوت الزيات عن أن ذهاب أوباما إلى الكونغرس قد يعني أن هذه الضربة ربما تكون أوسع مما أعلن؟ ما رأيك بهذا الكلام؟ أنا بكل احترام أخالفه الرأي. أنا لا أعتقد أن الرئيس أوباما أو أن الشعب الأمريكي بشكل عام عنده نهم لأي تحرك عسكري طويل الأمد. عندما أقول طويل الأمد أعني بذلك 72 ساعة أو أكثر. يمكن أن يحقق الأهداف التي كان قد حددها، ربما باستثناء تقويض قدرة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل. لكن الهدفين الأولين المتصلين بالمعاقبة وبالردع هذا سوف يحققان ب 24 أو ب 48 ساعة من هذه الضربة. طيب، حدثنا قليلا، يعني هو قال في خطابه أن هناك إمكانية لتوجيه الضربة اليوم. حدثنا قليلا عن الأسلحة الممكن أن تستخدم في مثل هذه الضربة فيما لو تحقق ما قاله على أنها ستكون قصيرة ومحدودة النطاق فقط للمحاسبة. ما هي نوعية الأسلحة الممكن استخدامها؟ أعتقد أن السلاح الأساسي سوف يكون صواريخ الكروز أو صواريخ التوماهوك كما تعرف أيضا. هذه تطلق من مدمرات بشكل أساسي في شرق البحر المتوسط، وأتفاجأ فعلا لو اتكل على القوات الجوية أو على الطائرات تدخل الفضاء الجوي السوري. أعتقد أن خطر مثلا إسقاط طائرة